الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا خالصا لوجهك الكريم. وبعد أيها الإخوة، فنحن في الليلة الخامسة من ليالي شهر ذي الحجة المبارك أوله، وأسأل الله عز وجل أن يكتبنا فيها من عتقاء الله عز وجل من النار، وأن يجبر خواطرنا وإياكم في هذه الساعة بما يحب ويرضى. لا زلنا مع كتاب الله العظيم. أفضل كلام هو كلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ربنا عز وجل أنه أحسن القصص، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذكره في أول صحيفة فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا شك فيه، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو الآن بين أيدينا. ووقفنا فيه عند سورة المطففين، وعند قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقلنا أن السجين هي الأرض السابعة، وأن كتاب الفجار وأرواحهم وما فعلوه ترمى حتى تخترق الأرض السابعة، فيغلق عليها بصخر الله عز وجل أعلم به، ولا تبعث إلا يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقف الناس بين يدي الباري عز وجل. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم، أي أنه مكتوب بأسماء أصحابه ومرقوم بأرقامهم وأسمائهم وصفاتهم، ولا يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا نفس ولا همس ولا نظرة ولا حتى أدنى من ذلك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ما تنساه الآن موجود في الكتاب ويعرض عليك يوم القيامة. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. وقلنا أن الله عز وجل أعاد الويل في هذه السورة مرتين، افتتاحا بقوله: ويل للمطففين، وهنا يقول: ويل يومئذ للمكذبين. وقلنا أن الويل ذكره الله عز وجل في 68 موضعا من كتاب الله عز وجل. وقلنا أنه واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، وتستعيذ منه جهنم من شدة ما فيه من الأهوال. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الذين يكذبون بيوم الدين، اليوم العظيم الذي يحشر فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا اليوم من شدة عظمته كثرة أسمائه عند الله سبحانه وتعالى، فيسميه الواقعة، ويسميه الحاقة، ويسميه الغاشية، ويسميه يوم الدين، ويسميه يوم التغابن، وإلى آخره. وقلنا أنه كلما تعددت أسماء الفرد دل على عظمة هذا المسمى، ولذلك أعظم الأسماء والصفات صفات الحق جل جلاله، الله سبحانه وتعالى. ثم يصفهم القرآن العظيم. من هم هؤلاء المكذبون؟ الذين يكذبون بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين تكذيب واضح بين، وهذا الكفر البواح الذين ينكرون يوم الدين والبعث والنشور. وتكذيب عملي، يعني واحد يصدق بيوم الدين بلسانه ثم يخالف بعمله، فهو غارق في معصية الله عز وجل. وإذا سألته جوابه واضح، يقول لك: ليوم الله بفرجها الله. وهذا تكذيب بالعمل،
يعني لما واحد منا بيمرض يا أخواننا يذهب إلى الطبيب، الطبيب يكتب له روشتة وبيدفع له هو كشفية، بياخذ الروشتة بيروح بيكبها بالزبالة. إذا فعل هذا يكون أحمقا، هذا الرجل بيكون بالعقل. الروشتة وظيفتها أنك تأخذها وتروح على الصيدلية وتقف بالدور وتعطيها للدكتور وتدفع له فلوس ويعطيك الدواء، يكتب لك عليه 3 مرات باليوم، مرتين بعد الأكل قبل الأكل. ثم تأخذ هذه الروشتة بالوصفة التي وصفها لك صاحب المهنة والخبرة، هذا اسمه تصديق. أما أخذ الروشتة وكبها هذا تكذيب. الذين يكذبون بيوم الدين، لو نزلنا الآن ورحنا إلى الشارع ورأينا الناس بالمحاكم وبالمخافر وبالمشاكل وبالفيسبوك، هل الناس مصدقة بيوم الدين يا أيها الإخوة؟ وهل نحن اللي عم نحضر الدرس ونسمع كلام الباري عز وجل هل صدقنا بيوم الدين؟ هل المرأة اللي طالعة بكرة الدنيا على صيف جاي وهي تكشف عورتها وتغري الناس تقول لك حرية شخصية؟ حرية شخصية في بيتك، حرية شخصية مع زوجك، حرية شخصية يعني ممكن على برندتك إلى حد ما، لكن ليست حرية شخصية في الشوارع. تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. هل هذه تصدق بيوم الدين؟ هل الذي بيمد إيده على خزنته على درجه على جيبته ويجد فيها فلوس وهو مبسوط، هل هذه الفلوس حلال؟ هل أخذتها من حلال؟ هل تعيش في بيت مغتصب وأنت واحد من ورثة 7 من ورثة؟ يا حسرتي، شيء عم يستأجر، شيء بلا شغل، شيء عايش بالخيم، وأخوهن قاعد في البيت قاعد بيحصص أخواته. أخي بدنا نبيع، ما بتبيعوا، هذا بيت أبي ما بينباع، ليش بيت أبوك ما بينباع؟ هل أبوك أفضل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا مصدق يا أيها الإخوة بيوم الدين؟ هذا السؤال. الادعاء سهل، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هل الذي يصدق بيوم الدين ويأكل الحرام ويفعل الحرام ويقترف كما سنرى الآن حتى يأتي الران على قلبه، هذا ما هو مصدق، ولو كان بيصلي بالصف الأول، ولو كان بيقرأ قرآن، ولو كان عامل لحية وإلى آخره. التصديق هو العمل، التصديق عمل، قول بلا عمل هذا ادعاء. يعني يوسف المصري بكرة هيك خطر على باله يجيب آرمة، يروح عند أخونا أبو يوسف عمار يعمل له آرمة. شو آرمة؟ الدكتور يوسف المصري اختصاصي جراحة قلب وأوعية ودوبلر وجراحة عمود فقري وعظام، يعني كذا، حطه على باب بيته، سهل. يعني اللي معه كذا مليون بيعمل آرمة وبيجيب مريون أبيض وسماعات. يا سلام، هل هذا صار طبيب دكتور؟ هل أصبح هذا ادعاء يا أيها الإخوة؟ الادعاء بده تصديق، الادعاء يحتاج إلى تصديق، بده تكون دارس 10-12 سنة أكثر، حتى 15 سنة حتى تصل لهذه المرحلة وتحطها الآرمة. لذلك الادعاء شيء والفعل شيء آخر. الذين يكذبون بيوم الدين يا أخواننا لا تجعلوا أعمالنا تكذب أقوالنا. وأخطر آية في كتاب الله عز وجل أنا على ما أعتقد هي التي في افتتاحية الصف، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت شدة الغضب. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي واضح الذي يتعدى حدود الله عز وجل. وقلنا في المجالس الماضية أن الله عز وجل أباح لك 1,000,000 نوع من الشراب، حرم عليك الخمر. أباح لك 1000 نوع من اللحومات، حرم عليك لحمين فقط، الخنزير والميتة وما يتبع بها طبعا كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا. أحل لك 4 فروج إذا كنت أبضاي هيك 24 حصان، وحرم عليك الزنا. أحل لك الطيبات وحرم عليك الخبائث. الاعتداء هو ترك الحلال إلى الحرام. المصطفى يقول: ورأيت أناسا في النار قد علقوا بأثدائهم
معلق بأثدائه والنار تنهشه. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الزواني عياذا بالله عز وجل. قال ورأيت رجلا أمامه لحم طيب ولحم نتن جيفة خبيث يأكل من اللحم النتن حتى ينتفخ. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يدع ما أحل الله إلى ما حرم الله، معتدي. وهذا المعتدي أثيم، أي أنه ازداد في الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا قال لك أخي بلا قرآن، أخي بدي عقل، أخي أعطيني شيء عقلي، وهذا اتركني من قال الله وقال رسول الله، هذا ما بيهمه. هذا معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم يقول القرآن مهددا كلا، يعني انزجر وارتدع، على قول أكثر المفسرين، وعلى قول الحسن أن كلا بمعنى حقا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الخوف يا أيها الإخوة، الله يكرمنا وإياكم بالطاعة ويبعدنا وإياكم عن المعصية. هذه الآية أول شيء فيها همس أو فيها سكتة، وهذه السكتات في كتاب الله عز وجل تقرأ بهذا الشكل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بين اللام والباء هناك سكتة من غير نفس، بنفس النفس اللي أنت عم تقرأ فيه بتكمل بنفس النفس. وهذا من رواية حفص عن عاصم: كلا بل ران على قلوبهم. هذه سكتة لطيفة مكتوب بتشوفوا فوقها في كتاب الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران أيها الإخوة الذي يتشكل على القلب من كثرة المعاصي ومن كثرة مخالطة أهلها ومن كثرة التفكر فيها. القلب هذا محط أنظار الله عز وجل أولا، وعليه مدار الحساب والعقاب ثانيا، كما سنرى الآن حين تصعد الملائكة بالكتاب. الحساب ليس على ما فعل، الحساب على ما نوي بما فعل. كلا بل ران على قلوبهم. القلب الأصل فيه أن يكون سالما لله عز وجل، خالصا للباري سبحانه وتعالى، ما فيه شائبة معصية وليس فيه شائبة حب لغير الله عز وجل. فلما تأتي المعصية على القلب ماذا يحصل؟ أنت ما شفت، أنت بس أكلت حرام، أنت بس نظرت إلى الحرام، أنت بس لمست الحرام، أنت بس أخذت لها معك وردة على الصبح لما رحتوا على الوظيفة قدمت لها إياها، وهذا مفتاح للحرام. أنت بس بعثت لها صباح الخير، هي بعثت لك تؤبر قلبي، هي وهكذا. أنت ما فعلت شيئا، لكن تعالوا نشوف ماذا ستفعل هذه المعاصي البسيطة بقلب المؤمن. نسأل الله أن يسلم قلوبنا وقلوبكم. قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الذنب الذي يسود القلب، يعني معصية ثم تاب منها واستغفر. ولذلك يا أخواننا قلت لنفسي الأمارة بالسوء ولكم ولكل من يعني يسمع: إذا دعتك النفس إلى معصية الله عز وجل، وهذا سيحصل لأنك ما أنك معصوم، فقاومها بالتوبة الفورية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أنت لما بدك تستغفر الله عز وجل أنا بعد الذنب فورا، الذنب لا يكتب، وإذا نكت في القلب نكتة سوداء صقل القلب بالاستغفار والتوبة. وخصوصي في هذه الأيام المباركة العظيمة
التي لا يرد فيها الدعاء كما ذكر ذلك سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فتوبة الذنب ما كتب، ولو كان كتب يمحى ويصقل القلب، ما عاد في ذنب. أما يا مسكين عمل الذنب وما تاب، وذنب آخر وما تاب، وذنب رابع وما تاب، وذنب 930 وما تاب، وذنب 3750 وما تاب. ماذا يحصل للقلب إن لم يتب صاحبه إلى الله عز وجل؟ قال يجعل عليه الران، يعني طبقة تغلف القلب، فلا ينفذ إليه قرآن، ولا ينفذ إليه حديث، ولا تنفذ إليه موعظة، ولا ينفذ إليه إحسان. صار هو بعالم آخر، عالم ثاني، لا يستطيع أن يتقبل من أحد كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك أخي أنا هذا أساطير الأولين، ولا تقول لي قال الله وقال رسول الله. يا مسكين، مش أنت ما بدك تسمع، لأنه قلبك أصبح محاطا بالران والمعاصي، ما عاد يستطيع أن يسمع. قال ربنا عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأكنة والران هذا الذي يحيط بالقلب فيغلفه، فما عاد يستطيع لا موعظة ولا نصيحة ولا كلمة طيبة ولا شيء يحركه. القرآن يزلزل الجبال، ما عاد زلزل قلب أحد. القرآن العظيم حرك قلب عمر، ساحب سيفه ورايح ومثل الجمل عم يهدر هدر، دلوني على محمد، بدي أقتل محمد. قالت له أخته وين رايح؟ تعال. لطمها كف، وقعت على الأرض، وقع منها صحيفة صغيرة، إجا ليأخذها، قالت له ما بتأخذها أنت زلمة نجس حتى تتوضأ وتغتسل. قال لها إيه شو علي؟ توضأ واغتسل، قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاضت عيون عمر، ضب السيف بالغمد، قال دلوني على محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما عاد القرآن أثر بحدا يا أخواننا، هذه حقيقة. وأنت عم تسمعني ما عاد أثر فيك القرآن، وأنا الشيخ اللي عامل حالي بلحية وعامل درس ما عاد أثر فينا كتاب الله عز وجل. القرآن يصف نفسه ويقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وجبل نكرة، ما قال على جبل قاسيون ولا على جبال القلمون ولا على جبال، قال على جبل. وكلمة جبل نكرة، والنكرة تعم، يعني قد يكون جبال الألب التي فيها أعلى قمم بالعالم الهيمالايا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونحن ما عاد تفكرنا ولا عاد أثر فينا القرآن. لذلك صرنا نشوف القرآن بالتعازي والتماسي والأموات، وطالع الجنازة حاطين رحمة الله عليه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومعلين الراديو وحاطين له هورن، والناس عم تدخن وعم تضحك وعم تمزح وعم تحكي سياسة وأخبار وخضرة وجمارك. ما عاد القرآن فعل فينا شيئا أبدا. السبب إنه القلب يحتاج إلى تنظيف. الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في إحياء علوم الدين، الكتاب المهجور اللي كان الناس يقولون بيع اللحية واشتري الإحياء، يعني كتاب إحياء علوم الدين في 4 مجلدات، يقول الإمام عن القلب، يقول إنما مثل القلب مثل بئر حفرها أحدهم على باب داره، ثم جعل إذا خرج رمى فيها الأوساخ والقاذورات والموبقات والمصايب والزبالة، يوم 2 3 4 10 شهر سنة سنتين، ثم خطر له أن يشرب من البئر. بيحسن يشرب من البئر؟ ما البئر كلها زبالة. ماذا يفعل لكان؟ قال يبدأ بتنظيفه، بده ينزل في حبل ودلو وبلش إيه يعزله أول مرة وثاني يوم ورابع يوم وسابع يوم، ويمكن باليوم 30 40 حتى ينظف البئر.
ثم يعاود إذا نظف البئر أن يشرب منه. وقال هذه اسمها التخلية والتحلية، أن تتخلى عن صفات التي تغضب الله عز وجل وتبلش تنظف قلبك حتى يرجع القلب كأنه بئر فيه ماء زلال تشرب منه بيعطيك. بيقول لك والله شيخ ما عم نحس بالصلاة لأنه قلبك تعبان، ما غسلته، ما نظفته من الران الذي تعلق به. وأنا رح أعطيكم تجربة يا أخواننا. جيب الآن ورقة بيضاء واكتب الآن الساعة 8:15 اليوم الخميس، امبارح الأربعاء ساعة 8:15 المغرب وين كنت؟ و10 وين كنت؟ و12 وين كنت؟ والفجر وين كنت؟ والساعة 9 وين كنت؟ والساعة 12 وين كنت الظهر؟ والساعة 6 المساء وين كنت؟ هال24 ساعة كم معصية فعلت فيها؟ كم خطأ؟ كم زلل؟ كم نية؟ كم وشوف رسمالك صحيح ولا رسمالك خطأ؟ ربحان أنت ولا خسران؟ كان بعض الصالحين في هذه الأرض اللي في سفح جبل قاسيون والآن تسمى بحي الصالحية لكثرة ما كان فيها من الصالحين، كان إنسان عامي، لا معه دكتوراه ولا بروفيسور ولا مدير ولا رئيس ولا خطيب ولا شيء، كان إنسان عامي. وكان يضع على صدره جيبة كبيرة ويضع فيها إذا خرج من بيته حبات العدس وبحص صغير، يطلع من بيته الصبح مليان. شو هذا؟ ليش حامله معك؟ قال إذا فعل الحسنة طالع عدسة وحطها في جيبته اليمين، إذا فعل المعصية طالع بحصة صغيرة وحطها في جيبته اليسار، فإذا عاد إلى بيته ليلا طالع من جيبته اليمين قديش معه، طالع من جيبته اليسار قديش معه، وبيشوف كم معه من الحسنات وكم معه من السيئات. فإذا كانت سيئاته أكثر ما نام الليل استغفار وتوبة وعودة إلى الله، إذا كانت حسناته أكثر يعني قام يشكر ربه عز وجل. لذلك هذا معنى قول أمير المؤمنين الفاروق عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا ليوم العرض الأكبر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب ما عاد فهم، بيقعد تعطيه درس 3 ساعات ما عم يفهم منه شيء، هو ما بده يفهم، هو ما بده يرجع إلى الله عز وجل. يا أخواننا العمر مر والأيام سريعة جدا، والوقوف بين يدي الله قاب قوسين أو أدنى يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف أنت عاد كيف ستقوم، كيف سيكون حالك، كيف سيكون مآلك. الأخ اللي فطرنا الله يجزيه الخير اليوم ما كلفني إلا كلمتين، حكيت معه قلت له والله في ناس نحن صايمين ويوم الخميس عنا درس، قال لي أبشر حاضر، انتهى. ولا فكر، ما فكر حتى بتقديم الإفطار للصائمين، جزاك الله عنا كل خير وعوض الله عليك نفقتك، ولا فكر أبدا. خلص في الله بالنص، في حسنات ويجمع، هو عم يعمل وما حدا يعرفه إلا الله وأنا. طيب وحضرتك مفلل حسنات، والله يا حبيبي مانك مفلل، والله أنت مثلي مفلل سيئات، فل معبيها للأخير 80 لتر البادون تبعك معبى مثلي. لذلك ما عم نستشعر، بيجي رمضان ما عم نستشعر، ليلة القدر مقضيها عم يثاوب، يوم عرفة بكرة جاي يوم الثلاثاء بيقول لك والله ما حسيت لأنه قلبك مثل قلب الشيخ أسود مليان معاصي وران. هذا بده خلوة، هذا بده قعدة بين إيدين الله، هذا بده 4 ساعات بالليل سجود، وأنت تقول له يا رب ضاع العمر ومرت الدنيا وراح الناس إلى القيامة وأنا ما معي شيء يعرض عليك سبحانك، والسبب من ذنوبي وخطاياي ومعاصي سارية كبيرة من سواري المسجد النبوي الشريف في روضة المصطفى عليه الصلاة والسلام. سارية يعني عضاضة، مكتوب عليها سارية التوبة أو سارية أبو لبابة، هيك درابزين أخضر، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بزيارة الروضة. هذا أبو لبابة من أحب أصحاب رسول الله،
ومن أكثرهم قربا إلى المصطفى، وما عمل ولا خطأ أبدا. بس الرجل راح إلى يهود بني قريظة بعد غزوة الخندق، وكان يعرف الحكم تقريبا الذي سيصدر من رسول الله عليهم. قالوا له ماذا سيفعل بنا محمد؟ ما حكى شيء، بس أشار إلى حلقه إنه شو بده يعمل فيكم رسول الله؟ بده يذبحكم. يقول فوالله ما زالت قدماي عن الأرض حتى علمت أني خنت الله ورسوله. اجعل مسجد وربط نفسه بالسارية بالحبل وقال والله لا أفك إلا للصلاة حتى يتوب الله عليه. شفتوا يا أخواننا الفرق؟ بيقول لك أخي هذول ناس ونحن ناس، هذول رجال ونحن رجال. والله هذول رجال، نعم صدقت، لكن نحن رجال؟ لا والله. هذول الرجال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذلك نزل القرآن العظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ربط نفسه بالسارية حتى نزلت الآيات وعلى المصطفى وهو في بيت أم سلمة ولم يكن الحجاب ضرب بعد، تقول يا رسول الله أتأذن لي أن أبشره؟ قال نعم إن شئت. فخرجت فبشرت أبو لبابة فأقسم أن لا يفك قيده إلا النبي يفك قيده، رسول الله. هذا اللي بده يحاسب، هذا اللي خايف من الران، هذا اللي خايف. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا أخواننا في البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس استغفروا ربكم فإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. مين؟ رسول الله النبي يا أخواننا، يغان على قلبه يا 100 مرة في اليوم. سيدنا النبي 100 مرة باليوم، وحضرتك وأنا وأنتي يا أخواننا. نحن إذا مسكنا الواتساب نص ساعة هذا لا يقل عن 1000 معصية فيه، 1000 معصية. شفتي فلانة قالوا عورة طويلة قصيرة حكت راحت، كله غيبة ونميمة. والله العظيم لو فتحت مقاطع الريلز، وهذه شبهها بعض المشايخ سامحوني آسف يعني، لكن هذا واقع. قال لك هذا مثل القرود بين مكة والمدينة المنورة، في وادي مكتوب عليه يعني احذروا القرود. لما كنا العمرة الماضي السائق صف على اليمين وطلعوا القرود، وهذه مليان قرود، طلعوا السعادين نسأل الله اللطف، أنا ما بحسن نشوفهم، شي يطلع على الدرابزين وشي على الباص وشي على الشباك وشي يزتوا له موزة وشي يزتوا له، نسأل الله السلامة. هذا مقاطع الريلز هي مثل إيه؟ مثل القرد اللي عم ينط من شجرة لشجرة لشجرة، ما نعرفان، شي سياسة وشي اقتصاد وشي مسلسل وشي رياضة وشي جبال وشي ثلج وشي تزلج. شو عم تعمل؟ بالله عليك شو عم تعمل؟ في غيرك قرأت جزئين من كتاب الله عز وجل، في غيرك في هذه الأيام سحب 1000 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذا معنى قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وشبه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وبكر بن عبد الله ذلك بقولهم إن العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة، ثم صار إذا أذنب ثانيا كذلك، ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال حتى لا يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاح. عملت خطيئة إيه؟ جابوا لك إبرة وبخشوا لك القلب. معصية ثانية ثقب ثاني، معصية ثالثة ثقب رابع سابع عاشر، شو صار بقلبك؟ قال مثل المنخل أو مثل الغربال، ما عاد يستطيع أن ما عاد يجلس فيه شيء. أما القلب السليم فهو الذي إذا ذكرته بالله ذكر. عمر عم يخطب على المنبر وقال الغلا عبى الدنيا والمهور ما بتصير هيك ولازم نحدد المهور، ومشي وانتهى المجلس. قامت إليه امرأة وقالت يا عمر أما قرأت كتاب الله عز وجل؟ قال هم بلى. قالت له أتدري كم القنطار يا عمر؟ والله يقول أو آتيتم إحداهن قنطارا.
والقنطار كلمة في اللغة تطلق على اللامتناهي، شيء ما حدا بيعرفه، 1000 2 9 مليون مليارين الله أعلم. فعاد عمر بنفس الساعة وجمع الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس أمهروا من شئتم ما شئتم. فقد أخطأ عمر وأصابت امرأة أثرت فيه الموعظة. لما مات المصطفى عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي هو رسول الخاتم الذي ختم الله به السماوات والرسالات، وقف عمر يهدر في الناس يقول: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، ولكنه غاب كغيبة موسى 40 يوم، وسيعود فيضرب أعناق أناس منافقين قالوا أنه قد مات. وقف سيدنا الصديق يقول له: عود اجلس. ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فخر عمر على الأرض وقال: والله لكأني أسمع الآية لأول مرة. ما كان خاطر لباله أن النبي يموت، لكن حين ذكر بالآية استقرت في قلبه، لأنه قلبه ما له منخل. قلب عمر مثل الأرض الخصبة جاءها القرآن فأحياها. اللي صاير فيك وفيه ما عم تتلذذ. حطينا لك المنشاوي ما عجبك، حطينا لك الطبلاوي ما عجبك، حطينا لك محمد مصطفى رحمة الله عليه، مصطفى اسماعيل ما عجبك، محمد غلوش ما عجبك، حطينا لك القراء الحاليين ما عجبوك. بتفتح موبايلك عليه تطبيق 1000 شيخ بتنزل عليه وكل واحد أحسن من الثاني. ما عاد القرآن أثر فينا والله يا أخواننا. والقرآن لم يخدم في زمن كما خدم في زماننا هذا أبدا. وهذا اللي عم حاكيكم الآن. هي أنا لحيتي، أنا كان عندي مسجلة وكاسيت، وبتعرفوا أيام ونجيب الكاسيت وينقطع شريط ونجيب مناكير وندبقه، أو أحيانا الزيقة وندبقه ونفكه بالبراغي ونحطه ويعلق ويعلق هيك. اليوم أنت بتفتح موبايلك، بتفتح تطبيق، بتفتح يوتيوب، بتسمع من تشاء، لكن ما عاد أثروا فينا. السبب كلا بل ران على قلوبهم. القلب صار أسود مليان ران، معصية ورا معصية ورا معصية ورا معصية حتى صار أسود. نسأل الله السلامة والرضا. بيجيبوا الأطباء رئتين، رئة واحد مدخن ورئة واحد سليم، هي سوداء هيك مكرنشة وهي موردة مثل الذهب عم تغلي غلي. القلب كمان تماما مثل هذا. القلب يا أخواننا، القلب اللي راعى الله عز وجل الذين يخشون ربهم بالغيب، خشي الله وخاف الله وانتقى الله وأكل حلال وطرح حلال، هذا مثل الرئة نظيفة السليمة، وذاك مخرب الدنيا. هي الرئة يا أخواننا كيف ستتنفس؟ وهذا القلب شلون أيمت بده يشعر على الله، أيمت بده يحس على الله. حقيقة هذه لابد أن نقرأها كل ما قرأنا هذه الآية من كتاب الله عز وجل. كلا يعني انزجروا وارتدعوا، وهذا قول أكثر مفسرين، وقول الحسن يعني حقا. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مو تروح تتهم الله وتتهم الشيطان وتتهم، لا 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 لا، أنت اللي فعل. ما كانوا يكسبون يعني ما كانوا يعملون. والعمل لا يأتي إلا بعد النية. هو نوى وخطط وزبط وجهز وشحن جواله وفتح على صفحتها وبعت لها تقبري قلبي، وهي شحنت جوالها وزبطت أمورها، وبتعرف هو أي ساعة بيكون مانو مع مرته أو مانو مع أولاده أو مانو بعتت له. أنتوا اثنين خرقتوا الكون وخربتوا الدنيا. أنت بتعرف أنه هذا المراجع لن تمشي أموره إلا أنت توقع له. ماسك المعاملة ذاتها وين؟ بالدرج. وهكذا دواليك ما بيوقع لك إلا إيه؟ إلا تروقوا. وهذا ما عودنا عليه وربانا عليه النظام البائد المجرم. أنت مواطن بدولة بدك تروح، الموظف بده يمشيك وهو عم يضحك ويلعب. السبب أنه هو موجود مشان خدمتك، ما أنه موجود مشان يضرك. هذا الأصل في العقد. أنت يا موظف لما كان بينك وبين الدولة عقد وسلموك مكتب ديوان، مكتب إلى آخره، أي شيء، أنت العقد بينك وبين الجهة اللي شغلتك أنك تيسر أمور العباد والناس، مو أنك تعقد لهم إياها. روح جيب لي
روح اعمل لي، روح. آخر شيء نسأل الله السلامة. في بعض المطارات الدول العربية نزلت، أول ما نزلت من الطيارة استقبلني ضابط، والله خفت منه أنا، أقسم لكم بالله، على كتافه نجوم ونسور. قلت أنا خفت. الحمد لله على السلامة يا باشا، أهلا وسهلا. شل شناتي ومشي قدامي، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. شو في؟ اللي جنبي نكشني، قال لي أنا اديله. شو يعني؟ روقوا يعني، كشكشوا. ليش أنت راتبك مني؟ أنت راتبك من الجهة اللي شغلتك. لماذا تأخذ الحرام؟ هذا الحرام اللي بتاخذه الريال ولا الدولار ولا الجنيه ولا الليرة، هذه ستتشكل على قلبك ران. عم تزعج زوجها، عم يضرب أولاده، عم يهين بناته، عم يهين مرته، في مشاكل مع جيرانه، ما حدا بيحبه، دخيل الله. هذا ران. وهكذا حتى يصبح القلب أسودا لا تستقر فيه معصية ولا ينفعه صلاح. ولذلك حين نقرأ قول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، تقف مندهش أمامها، لأن الحجاب أصلا هو وظيفته الستر. هي البرداية ليش نحطها على الشباك؟ مشان تستر عنا الغبرة والهواء والشمس، اسمها حجاب. ليش مرة بتلبس خرقة على رأسها؟ مشان تحجب جمال شعرها عن الأجانب. الأصل فيه هذا أن يكون هو أصلا ساترا. قال لا، هذا الحجاب مستورا كمان. يا لطيف، يعني هي البرداية بدها شو كمان بدها برداية تانية فوقها. إذن لاحظوا التشكل اللي على القلب، هذا قلبك يا مسكين، ضيعته في معصية الله عز وجل. حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم، بيرون عند الأخ بالحلقة بيقول له هذه لام الذلق، اسمها اللام المزحلقة اللي بتكون بجعلنا. بدك ما تقول وجعلنا، يعني ما تجيب اللسان من العين على النون، على النون دغري، وجعلنا غلط. بدك تقول وجعلنا على قلوبهم أكنة. بده يقول له هذه النون اسمها المضاعفة وبدها غنة، والغنة إذا وضعت يدك على أنفك بيروح الصوت أكن لكن علمته أحكام القراءة، كتر ألف خيرك، هذا ممتاز. بس علمته أن يحافظ على قلبه من المعاصي، علمته أنه ما يخترق الحدود التي أعدها الله عز وجل وحدها له، علمته أن لا يغضب الله جل جلاله في حضور ولا في مغيب. هذا المقصود. ما كانوا يكسبون. ولذلك اجتمع 3 نفر، يهود ونصراني ومسلم، فقال اليهودي نحن أبناء الله وأحباؤه، الله ما بده يحاسبنا لأنه نحن غالين على الله. وقال النصراني لا نحن نبينا وإلهنا ابن الله صلب نفسه مشان خطايا بني آدم. وقال المسلم بل نحن، لأنه نبينا خير الخلق والبشر وهو خاتم الأنبياء. فنزل قول الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تشد همتك تقول والله أنا محمد بن أحمد، لا. ولا تشد همتك تقولي أنا فاطمة بنت خديجة، ما بهم. المهم ماذا فعلت، والمهم ماذا فعلت أنا. وهذا الذي معنى قول الله عز وجل يكسبون. أنت عم تكسب وأنا عم أكسب. ويا أخواننا جربوا هذه الطريقة. جيب ورقة بيضة وأي ساعة بدك، شوف الساعة 11 بالليل، امبارح 11 بالليل لليوم 11 بالليل، حسوب شو ماذا فعلت. صليت بالجماعة ممتاز، اكتب صح. قرأت قرآن صح. ذكرت الله عز وجل، اكتب صح. رحت لعند أمك وأبوك زرتهم، أخذت لهم كيلو كباب صح. رحت لعند أختك أخذت لها بطيخة صح. قدمت هيك كلمة حلوة لمرتك صح. قبلت ابنك قلت له الله يرضى عليك يا حبيبي صح. هذا حسنات. من 11 بالليل امبارح 11 بالليل اليوم
قال له لجاره توت لأمك، اكتب هون خطأ. وقال له ضرب ابنه كف وقال له هيك وهيك لروح جدك، ضربه جده أبو أمه طبعا، مو جده أبو أبوه يعني مشان يكون كمان حط جنبها. ماشي بالسيارة عم يزمر، واحد زمر له، فتح الشباك قال له بدي كذا ولا ابن ولا أخو ولا عم. يا لطيف، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ما تكون بس دمشق احتلت من قبل بني صهيون مشان هيك فتحت كل النار على الزلمة. بجوز زمر لك، بجوز مستعجل، بجوز ما مريض، بجوز. حط جنبها كمان أحمر. صليت بالجماعة؟ قال لا والله آخر الوقت. حط جنبها أحمر، لأنه الله قال لك فويل للمصلين. لا يا شيخ إحنا عم نصلي. قال الذين هم عن صلاتهم سهون. أخرت الصلاة، حط جنبها كمان. صدقت؟ لا، حط جنبها أحمر. هذا يا أخواننا معنى الران، وهذا معنى قراءة القرآن. لا تفرح بالختم، والله لا تفرح بالختم كتير. افرح حين تفهم كلام الباري عز وجل وتحافظ على حالك، تحافظ على نقاء قلبك. ليش شيخنا؟ لأنه محط أنظار الله عز وجل. عبدي حسنت موضع نظر الناس إليك سنين، وما حسنت موضع نظري إليك ساعة. الناس بتشوف لحيتك وطاقيتك وقلابيتك وخاتمك وساعتك وبنطلونك وبنطوكي وحجابك ومنقارك، لكن الله عز وجل يرى قلبك ويرى قلبي. الله ما بيهمه لا عباتك ولا زرارك ولا ساعتك رولكس ولا كوبي. الله ينظر إلى قلوبكم، ما كانوا يكسبون يعني يعملون. ثم تأتي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والتي دونها كل مصائب الكون أقل من هذه المصيبة التي ستأتي على أولئك الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شو يا رب؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكبر عذاب لا جهنم ولا النار ولا الويل ولا المؤصدة ولا الحريق ولا أكبر عذاب في النار أن أهلها محجوبون عن الله عز وجل. هذا أشد عذاب لأهل النار. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، لا الحور العين ولا الأنهار ولا الفيلة ولا الأوراق ولا الذهب ولا الحرير، أعظم عطاء يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه الكريم جل جلاله. لذلك هددهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، قال مالك بن أنس قال لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. ثم قال يعني الشافعي أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وهذا إجماع أهل السنة والجماعة في مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وعلى عكسهم المعتزلة أصحاب العقل. هؤلاء المعتزلة قالوا لا يصح عقلا رؤية الله عز وجل لا في الدنيا ولا يوم القيامة، واعتمدوا على العقل وخالفوا به النقل. أما أهل السنة فهم مجمعون على رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤية الله أعلم بها من نصوص كلام الله عز وجل، كقوله في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن هذا النص الذي اسمه مفهوم المخالفة، لما يقول عن أهل جهنم أنهم محجوبون عن الله عز وجل لا يرونه، معناها أباح رؤيته لأهل الجنة. وكحديث الصحيحين إنكم
سترون ربكم يوم القيامة ليس بينكم وبينه حجاب، إلى آخر ما هنالك. الذي أنكر رؤية الله عز وجل اعتمد على عقله، فقال الرؤيا هي تعلق الرائي بالمرئي عبر خط النظر أو خط الرؤية. يعني أنا قدامي كاميرا ومعي عيون، وأنا مشان شوفها لازم تكون هذه الكاميرا أخذت حيز من المكان، ولازم يكون في خط نظر بيني وبينها، ولازم تكون هي في جهة، لأنه ما معقول هي تكون في الشمال وبنفس اللحظة تكون في الجنوب، بنفس اللحظة في الشرق، في نفس الغرب، لا. لذلك أعملوا العقل وقالوا الله لا تحيطه الجهات ورؤيته مستحيلة على هذه الطريقة، واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى لن تراني. وذهب أهل السنة والجماعة بإجماعهم إلى جواز رؤية الله عز وجل يوم القيامة، معتمدين على هذه الآيات وغيرها والأحاديث. وأما العقل فمن قال لك أن يوم القيامة ستكون عيونك هي القزحية والقرنية والشبكية؟ مين؟ هي طين، مخلوقة من طين، وبعد يوم 2 3 ما نفتح قبرك ما بنلاقي لك عيون أبدا. أول شيء بيسيل على الخد شو هي؟ العيون. ويخلق الله عز وجل لك رؤيا يوم القيامة تناسب رؤيته جل جلاله. قادر ولا ما قادر؟ انتهت المسألة. أما رؤية الله عز وجل أيها الإخوة فإنها أعظم ما يعطى أهل الجنة وأعظم ما يحرم منه أهل النار. كلا، يعني انزجروا وارتدعوا على قول الجمهور وعلى قول الحسن حقا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما بيحسن يشوفوا الله جل جلاله، ينادونه، يستصرخون سنين طويلة. بل إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول أن رجلا من أهل النار ينادي 70 سنة أو 700 سنة يا حي يا قيوم، هو منادي. فيقول الرحمن جيبوا لنشوف شو بده، هو به أعلم سبحانه وتعالى. فيقف بين يديه يقول ما لك يا عبدي؟ سايخ من النار، أنت متيقن قداحة ما فيك تحطها تحت إيدك، عود كبريت ما بتحسن تحطه، نار عم تشويه، وبعد سنين 70 سنة الله أعلم. يقول ما فيش يا رب، كنت يعني أناديك. فيقول عودوا بعبدي إلى النار. فملائكة عم تسحبه، هو متطلع لورا يقول يا رب كان ظني أنني لا أعود فيها إذ خرجت منها، كان ظني بك ألا تعيدني إليها بعد أن أخرجتني منها. فيقول اذهبوا بعبدي إلى الجنة. على باب الجنة في نهر اسمه الحيوان، بغطسوه في تغطيسه بيطالعوه كأنه خلق من جديد. يا أخواننا القضية ليست لعبة، ما يذكره القرآن العظيم ما هو للتجريب، والحياة مو بنجربها وبنرجع بنعيدها. يعني أنت اليوم عمرك 70 60 70 50 40 30، بدنا نرجع الآن عم نجرب الشهوات والملذات والنسوان والأموال والذهب والفضة والحرير والبيوت والسرقة والرشوة، بس أنا الآن عم جرب تجريب، رح أرجع كمان عيش من حياة جديدة. وإيش أعمل؟ أطيع الله سبحانه وتعالى. يا مسكين يا مسكين يا مسكين، أنت قرأت ختمة وتنتين وعشرة الله يهنيك، لكن ما قرأت قول الله عز وجل قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، انزجر وارتدع، إنها كلمة هو قائلها. قول ما بدك يا. الحياة ليست للتجريب يا أخواننا، لا تضيعوها، خصوصي أنتم الشباب الصغار، لا تضيعوها ولا تعمل قلبك مثل المنخل والغربال تبخشوا بالإبرة تك 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 تك، معصية 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 معصية. لا، اوعى، دير بالك، خلي ثوبك نظيف، خلي محرمتك ومنديلك أبيض. وأنت يا حبيبتي يا عمري يا صغير يا صبية لساتك بالمدرسة ولا لساتك بالجامعة، كمان ديري بالك من ذئاب بني آدم، ديري بالك من الفيسبوك، ديري بالك من الانستغرام. خافي الله عز وجل وخلي شبابك مر وأنت في طاعة الله. والمصطفى يقول وشاب نشأ في طاعة الله. هذول من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. إذن قال الزجاج
هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. وأما موسى عليه السلام حين قال لربه عز وجل ربي أرني أنظر إليك، فسمعون الصلاة على النبي حتى أشرح لكم وأجلي عنكم الشبهة. الذين طلبوا رؤية الله في الدنيا اثنين: بنو إسرائيل وموسى عليه السلام. بنو إسرائيل طلبوا رؤية الله عز وجل كفرا وتعجيزا لموسى، قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تمام؟ وموسى سأل الله عز وجل أن يراه حبا وشوقا، فقال له ربنا عز وجل لن تراني، يعني في الدنيا. هذا معنى لن تراني، يعني في الدنيا، لأن رؤية الله عز وجل في الدنيا جهة، والله فوق الجهات لا تحده الجهات. هذا معنى الآية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالو الجحيم. أول شيء يعاقبهم الله عز وجل بالحجب عن جلاله، ثم يصليهم الجحيم التي سماها سقر، وسماها الجحيم، وسماها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعدد أسماءها أيضا تعظيما لمكانها وشأنها. ثم إنهم لصالو الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. علماني، ملحد، ماركسي، تعددت الأسماء، والكفر واحد، الملل كثيرة، لكن الكفر واحد، والطريق الموصل إليه واحد، هو الشك في الله عز وجل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول لهم القرآن هذا اللي كنت تكذب به بالدنيا. لذلك نحن مؤمنون بالله، مؤمنون ببعثة رسول الله، مؤمنون بالقبر، مؤمنون بالسؤال، مؤمنون بالبعث بعد الموت، مؤمنون بالنشر والحشر، مؤمنون بالجنة والنار، مؤمنون بالحساب يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينتهي من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية تشاء. الإيمان أنك تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والحساب والميزان، وأن الله سيزين علينا كل شيء. أما هذا اللي عم يكذب وما بده ما بيقتنع، هذا سيقول له القرآن العظيم والملائكة هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقول ربنا عز وجل مبشرا أهل الإيمان اللي قعدوا على ركبهم في مجالس العلم، واللي قاموا الليل، واللي سهروا بين يدي الباري عز وجل، واللي زتوا كبوا الموبايلات ومقاطع الريل وصفحات الأنستا اللي بلا طعمه، واللي عكفوا على كتاب الله جل جلاله، والذين قاموا وصفوا أقدامهم بين يدي الله عز وجل. يقول كلا، يعني حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الله يجعلنا منهم، الله يرزقنا عملهم ويتقبل منا ثم يكتبنا معهم. إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الفجار وين كان؟ في سجين، أرض السابعة. كتاب الأبرار وين؟ قال في عليين. قال ابن عباس عليون أي الجنة. وقال أعمالهم في كتاب الله عز وجل في السماء. وقال الضحاك ومجاهد وقتاده يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وقال الضحاك أيضا هي سدرة المنتهى ينتهي إليها كل شيء من أمر الله لا يعدوها. وين كتاب الأبرار يا أبو فاروق؟ في عليين. ليه؟ لأنهم كانوا يخافون الله في الدنيا، ماله حلال، شغله حلال، معه ورقة وقلم،
عم يدير باله على حاله، داير باله على قلبه، داير باله على بيته، داير باله على أولاده، داير باله على بناته، داير باله على صلاته. شو يعني أذن المغرب الظهر وأنت ما بدك تصلي؟ ها؟ ليه ما بدك تصلي؟ شو مشكلتك أنت مع المسجد؟ ليش يا أخواننا صلاة الفجر صف ونص، صفين؟ وليش صلاة الجمعة الناس بالشوارع برا؟ ليه؟ الذي فرض الجمعة هو ذاته اللي فرض الفجر، والذي فرض الحج تشوف الناس عم تتلوى قلوبها، يا الحج، ما أنا مع الحجاج، يا ليتني في الحجيج. أنت على صلاة المغرب ما عم تيجي. لا تضحك علي يضحك عليك. لما كانت المساجد مسكرة أيام كورونا هلكتونا مناشير فيسبوك، كورونا والمساجد مغلقة ويا حسرتي والله ما بيحبنا. ولما فتحت المساجد ما حدا إجا، ما حدا إجا. ليش؟ بتضحك على حالك. بدك كتاب الأبرار في عليين في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، روحك وكتابك موجودين بأعلى مكان يخطر على قلب البشر. إيش همتك؟ بدك تجيب 240 بالبكالوريا العلمي وتروح طب بشري؟ شد همتك. بدك 18 ساعة دراسة في اليوم، يا أما تنجح شحط وتروح على معهد الصرف الصحي إذا بدك، يا بترسب. ولا تقول والله أنا ظلموني، لأنه كل الطلاب بتمسكوا بيقول لك والله ظلمونا، أسئلة صعبة. ما بعرف ليش الأسئلة الصعبة، ليش غيرك جاب 240؟ معناها ما أنا صعبة، بس أنت ما درست، أنت أهملت، أنت في الدنيا ضيعت. بدك عليين، اتعب. بس يقول الله أكبر زدت كل شيء من إيدك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله، سمعونا الصلاة على النبي، في حاجة أهله يخيط ثوبه ويقم فناءه ويحمل متاعه، فإذا حضرت الصلاة أنكرنا فلا نعرفه ولا يعرفنا. أذن أبو عصام الظهر العصر، خلص انقطعت علاقتي بالكون، والآن في علاقة مع رب العزة جل جلاله. وما أدراك ما علين، وقلنا كل ما أدراك في القرآن يعني تعظيم لشأن ما سيقرأ. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما القارعة، وهكذا. وأما ما يدريك بالياء فلن يدريك، هذا علم اختص به الله جل جلاله. يعني كل ما تقرأ وما يدريك يعني لن يدريك، كقوله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك كذا. أما ما أدراك فهو تعظيم لشأن ما سيقرأ. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. الفرق بينه وبين أهل جهنم تبع السجين أن هذا الكتاب المرقوم يشهده المقربون. يا الله، مين؟ قال: سادة الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل يشهدون. قال رضي الله عنه وأرضاه: أن كتاب المؤمن إذا صعد إلى الله سبحانه وتعالى يختم عليه من قبل إسرافيل على نبينا وعليه السلام، ثم يوضع في خزانة تحت عرش الباري سبحانه وتعالى. الخطير يا أيها الإخوة، الخطير إنه أنت ترى عملي وأنا أشوف عملك، الظاهر منه إنه ممتاز، فانتستيك، يعني تمام، بروفيشنال عملك، صلاة وقلابية بيضة وعطر وبخور، يا سلام. لكن الكتاب حين يرفع إلى الله عز وجل، اسمعوا ماذا يحصل. قال: روي أن الملائكة تصعد بعمل العبد فيستقبلونه، فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه أوحى إليهم: إنكم الحفظة على عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، وإنه أخلص لي في عمله فاجعلوه في عليين فقد غفرت له. وإنها لتصعد بعمل العبد فيتركوه، فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى الله إليهم: أنتم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه،
وإنه لم يخلص في عمله لي فاجعلوه في سجين. فلا تغرك منظرة العمل وهيئته وشكله، لا أوعى أبدا. لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل جلاله. بدك الله حط إيده بجبته بدون ما حدا يحس، طالع ما حدا شعر بالعمل إلا مين؟ إلا الله. هذا الكتاب يرفع وين؟ في عليين. أما طالع من الجامع ولابس الجلابية البيضاء وحط فيها 50,000 الجديدة هي اللي ما فيها بركة أبدا، حطها بجيبته مشان تبين، طلع من الجامع أعطاها لابنه، خذ بابا حطها بصندوق الجامع، هيك رفعها مثل يلا لوجه الله تعالى أخي، معلش أخي الله بيعوض. مسكين، راحت عليك 50,000 وراحت عليك الثواب تبعها، راحت عليك. بدك أنت ما بدك الله، بدك الناس يشوفوا. لذلك أخلصوا الأعمال يا أيها الإخوة وحافظوا على قلوبكم. أنا أقول لكم هذا الكلام وأنا أكثر واحد فيكم مسيب قلبي، تاركه على راحته. بده شهوات تكرم، بده ملذات على عيني، بده غفلة تكرم، بده ينام على راسي. قديش بدك تنام؟ اربط المنبه، بيعطيه المنبه 4 ساعات، لك كثير قليل 4 ساعات، بيربطوا 7 ساعات والله قليل، 9 ساعات يعني ها ماشي الحال. خصوصي السامسونج بيعطيك قديش باقي، الايفون ما بيعطيك، الايفون ما بيعطيك قديش باقي، سامسونج كله بيعطيك ايه بيربط جواله. بدك نوم يا قلب تكرم نام، بدك نسوان على راسي، بدك زلم تحكي معهم تكرم، خذ يا قلب احكي مع من تشاء ما تشاء. يا مسكين يا مسكين، ضيعت حالك وضيعت عليين، وأن تكون روحك وقلبك وكتابك في عليين عند الله سبحانه وتعالى. يشهده المقربون، أي يشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملائكة. وقال وهب بن إسحاق المقربون هنا إسرافيل عليه السلام، فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصحيفة وله نور يتلألأ في السماوات كنور الشمس في الأرض حتى ينتهى بها إلى إسرافيل فيختم عليها ويكتب، فهو قوله عز وجل يشهده المقربون. هذا الفرق بين سجين وعليين. هذيك ما فيها يشهده المقربون، هي فيها يشهده المقربون. والمقربون مو لواء ركن قائد فرقة مجرم سفاح من تبعات بشار الأسد، لا ولا المقربون وزير، ولا المقربون أمير. أنا كان في لي صديق الله يستر له ويذكره بخير بيعرف أمير بالسعودية، كل سنة بالحج قبل الحج بأسبوع 10 أيام بيبعث له مسج السلام عليكم سمو الأمير كيف حالكم؟ هذاك دغري برد عليه عليكم السلام حيا الله تبغى تحج أبشر، هيك. وبإيده ولا ما بيطلع بإيده؟ بيطلع بإيده، هو أمير. طب أنت بتعرف أمير وكل سنة بيكرمك بالحج، طب اللي بيعرف الله عز وجل اللي بده يختم لك على كتابك ليس أميرا وليس وزيرا وليس ضابطا، اللي بده يختم لك على كتابك إسرافيل، ويشهد هذا الكتاب المقربون. ثم يقول ربنا عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله يجعلنا وإياكم منهم ويكرمنا بالفهم عن الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلني جسرا يعبر الناس من خلاله إلى الجنة ثم يقذف به إلى النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه، ودمتم بخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم إن شاء الله عز وجل. اليوم الخميس يا أيها الإخوة 4 ذي الحجة، بكرة الجمعة 5، والسبت 6، والأحد 7، والاثنين كما أخبرتكم في الدرس الماضي تبدأ أيام الحج. أيام الاثنين بيكون التروية، والثلاثة بيكون يوم عرفة. العطلة بالشام أعلنت ثلاثاء أربعاء خميس جمعة والسبت، مزبوط. لا ثلاثاء، لا العطلة تبدأ في سوريا من يوم الثلاثاء يوم عرفة، 3 عطلة
ثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة والسبت، 5 أيام. لذلك نحن الثلاثاء القادم ما عندنا درس بين المغرب والعشاء، وإنما عندنا درس من العصر للمغرب. ورجاء لا تجي لحالك، جيب مرتك وابنك وبنتك وخالك وخالتك وعمك وجارك ورفيقك وتعال على صلاة العصر إلى الجامع، لأنه بتكون صايم أكيد، وبتقعد معنا ونذكر الله، نهلل ونلبي ونكبر ونسبح، ونعمل درس صغير وندعو الله جل جلاله تشبها بأهل عرفة إن شاء الله عز وجل. بيكون ثاني يوم الأربعاء عيد، والخميس عيد، والجمعة عيد، والسبت عيد، فنحن في استراحة من مجالسنا ليوم الثلاثاء اللي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يعطف علينا قلب السيد السند الرسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال؟ جزاكم الله خير.